السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم سماح عمار من مطبخ اكلات شهية. والنهاردة هنعمل بمناسبة طبعا الجو اللي احنا فيه والسقعة والكلام ده، هنعمل النهاردة البليلة زي ما انتوا شايفين كده، حبة الغل الكاملة. الحبة دي لها فوائد كتير جدا جدا جدا. هنشوف النهاردة هنعملها ازاي، نعملها بطريقة حلوة اوي هتعجبكم احسن من بتاعة المحلات كمان. اللي معايا ده حوالي نص كيلو، انا نقعاه من بالليل. النهارده يعني انا دلوقتي حوالي الساعه 2 الظهر، اتنقعت مسافه حلوه يعني. بصوا كده حبايه اهي، شايفين؟ احنا بننقعها النقع ده عشان خاطر لما تيجي تتك عليها كده تلاقيها خلاص. شايفين عامله ازاي كده؟ ما تاخدش معاكي وقت في السليق. معايا بقى ميه على النار، معايا ميه بتغلي على النار دلوقتي، هسقطها في قلبها. طبعا انا معلش ماسكه التليفون بايد وبشتغل بايدي التانية، فانا هحطها في الميه اللي على النار وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني اهو حبايبي بعد ما حطيتها في الميه اهي. هنسيبها بقى لغايه ما الحبايه اللي انتوا شايفينها دي حجمها يتضاعف وتنفش، بتفتح كمان يعني. هي بتفتح ساعه ما بتيجي ما بتستوي بتفتح. شايفين عامله ازاي؟ بتفتح وبتنفش وحجمها بيتضاعف، يعني ممكن ايه نقول نص الحله دي كمان هيتملي. فاحنا هنشوف نبقى مع بعض ان شاء الله. هسيبها تغلي شويه مع بعض يعني مع نفسها كده وارجع لكم تاني. بصوا كده حبايبي، هنحاول كل شويه تفتحي تبصي عليها. هي ايه ابتدت ان هي تفتح اهي. شايفين الحبايه عملت ازاي؟ ابتدت ان هي تفتح وتنفش اهي. طبعا الريم اللي احنا بنشوفه ده لازم نشيله. انت بتفتحي كل شويه عشان تشيلي الريم ده، ما تسيبهوش. انا طبعا مش عارفه اشيله عشان خاطر انا ماسكه التليفون بايديا، فانا هقفل معاكم دلوقتي عشان خاطر اشيله. ده لازم يتشال كل شويه. هقفل عليها برضو شويه كده، اشيل الريم ده واقفل عليها شويه لغايه ما تستوي اكتر وبعدين ارجع لكم تاني. بصوا كده حبايبي اهي الحبايه نفشت واتفتحت اهي كده. خلاص هنفضي بقى عليها اللبن. معايا لتر من اللبن على نص الكيلو ده. عايزه تحطي اكتر من كده براحتك حطي. افضي بقى اللبن وارجع لكم تاني. احط بقى رشه كده من الفانيليا حلوه، اقلب تديها ريحه حلوه جدا، تخلي ريحتها حلوه قوي بجد. احط بقى السكر. معايا حوالي 5 معالق من السكر. طبعا السكر ده على حسب ذوقك انتي براحتك، يعني بتحبيه معسل قوي بتحبيه مش يعني الحلاوه بتاعته مش زياده، على حسب ما انتي عايزه بتحطي السكر. ولا حابه كمان تحلي بعسل يبقى احسن، هيزود القيمه الغذائيه بتاعته. طبعا العسل الابيض. خليكم معايا بقى، هنغرف ونشوف هنعمل ايه. وغرفنا دلوقتي اهو. هو في المرحله اللي قبل ما نحط فيها اللبن المفروض ان يعني اللي حابب يحط كريم شانتيه على اللبن وبيقلبه، بنحط كريم شانتيه بيديها طعم غني جدا. وفي المرحله اللي احنا فيها دلوقتي كمان بنحط قشطه، بس انا بصراحه ما عنديش قشطه. يعني ممكن تضيفي لها القشطه وممكن تضيفي كريم شانتيه على اللبن قبل ما تضيفيه للبليله. دلوقتي هنبتدي بقى نحط نزين يعني بالتزيين اللي احنا محتاجينه. اي حاجة عندك بقى ممكن تزيني بيها. هنحط كده شوية من جوز الهند كده، نحط كمان شوية من السوداني كده،
شويه من الزبيب كده. نتكلم بقى زي ما قلنا على الفوائد بتاع الحبة الكاملة. طبعا احنا عارفين الحبة الكاملة دي مفيدة جدا جدا جدا. اهم فوائد فيها هي مليانة بروتينات واملاح، وفيها منجنيز ويود ونحاس، وفيها فيتامين ه كمان. ده غير انها كمان المفروض انها بتقلل من مرض سرطان القولون، عشان مليانة الياف، احتوائها جامد يعني. مليانة فيها كمية كبيرة قوي من الالياف ومضادات الاكسدة. كمان بتقدر ان هي تساعد على خفض الكوليسترول في الدم، وبتساعد على كمان خفض مستوى الدم كمان. يعني اللي ضغطه عالي، اللي عنده الضغط بيبقى عالي، لو اكل من الحبة الكاملة دي يستمر عليها، مش لازم بليلة، بس ممكن يستعملها في اكلات تانية. الحبة الكاملة عموما مفيدة جدا لينا ولأطفالنا. يا ريت تاخدوا بالكم من الحتة دي، وتحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تدخلوها في اكلكم. عملنا النهاردة البليلة بطريقة عادية، يعني زي ما كلنا بنعملها في البيت. وزي ما قلت لكم ممكن نضيف القشطة، بتخليها غنية جدا، بتديها طعم حلو قوي. بس انا بصراحة ما عنديش قشطة دلوقتي. ممكن نضيف لها الكريم شانتيه على اللبن قبل ما نضيفه للبليلة، برضو بيديها طعم حلو قوي. بس برضو انا ما عنديش دلوقتي. يعني انا بقولك ممكن تعمليها كده، ممكن تعمليها عادية خالص زي ما انا عملتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كانت معاكم سماح عمار من مطبخ اكلات شهية. عملنا النهاردة البليلة بالطريقة البيتي العادية. دمتم سالمين وربنا يحسن ما بين ايديكم.